النهارده يا بنات هناخد الجزء الثالث من الدرس. احنا اخذنا في الجزء الاول اخذنا النظام الاقتصادي، عرفنا ايرادات الدوله الاسلاميه وبعدين عرفنا مصروفاتها. والحصه اللي فاتت اخذنا الانشطه الاقتصاديه في العهد الاسلامي، درسنا الزراعه والصناعه والتجاره. النهارده هنشوف حاجه جديده جدا في الدوله الاسلاميه اسمها الحياه الاجتماعيه. لما باجي اتكلم عن الحياه الاجتماعيه او الهرم الاجتماعي بتكلم عن شكل او تركيب السكان. طيب المجتمع الإسلامي كان بيتكون من عدة عناصر، أهمهم العنصر العربي وعنصر الموالي وأهل الذمة. يبقى كم عنصر؟ 3. يبقى عناصر المجتمع الإسلامي عندي 3، العرب أو العنصر العربي، 2 الموالي، وهنعرف مين هم العرب ومين هم الموالي ومين هم أهل الذمة. يبقى المجتمع الإسلامي اتكون يا شباب من 3 عناصر. لما أجي أتكلم عن العنصر الأول وهو العنصر العربي. العنصر العربي او العرب هم اولاد اللي اصولهم بترجع للقبائل العربيه الموجوده في شبه الجزيره العربيه، لان اصل العرب واول من نطق وتحدث باللغه العربيه كان هو اسماعيل عليه السلام. تمام؟ اتعلم اللغه العربيه دي منين؟ من اهل اليمن. طب ده مش قصتنا خالص النهارده، ولكن انا عايزه اعرف ان اصول العرب في الدوله الاسلاميه هي كانت بترجع للقبائل العربيه في شبه الجزيره العربية، ودول العنصر الرئيسي اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارهم لحمل رسالة الإسلام وتبليغها للناس، لأن ربنا سبحانه وتعالى اختار محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، من هذه القبائل اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية، والهدف طبعا كان هو تبليغ الرسالة للناس أجمعين. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار او يعني ما اختارش اي عنصر اخر علشان تكون او هم يحملوا الرساله او رساله الاسلام اللي هي خاتم الديانات السماويه دي تكون اخر رساله ربنا اختارها تكون موجوده في العنصر العربي؟ لان العرب زي ما احنا عرفنا في الترم الاول كانوا بيمتلكوا الكثير من الصفات والاخلاق الحميده او الصفات والخصال الحميده اللي احنا خدناها في الترم اللي فات. طيب يبقى هي دي كانت سبب في اختيار ربنا سبحانه وتعالى او الله سبحانه وتعالى للعنصر العربي ليحمل رسالة الإسلام. وطبعا هم العرب دول هم كانوا سبب في نشر الإسلام في كثير جدا من دول العالم. وطبعا احنا عارفين ان الأمة الإسلامية دلوقتي عددها بيتجاوز 1,000,000,000 نسمة، يعني عدد كبير من سكان العالم. إذا الإسلام تقريبا موجود في كل مكان بفضل هؤلاء العرب. يبقى العرب هم أصل الدولة الإسلامية، اختارهم الله سبحانه وتعالى لحمل الرسالة وتبليغها للناس أجمعين. ليه؟ لأنهم بيمتلكوا العديد من الصفات والخصال الحميدة، ودول كانوا سبب في نشر الدين الإسلامي للعديد من البلدان. طب ده أول عنصر وعرفناه. طب العنصر الثاني يا مس، العنصر الثاني يا شباب هو الموالي. والموالي دول أخذناهم من بداية الترم بنتكلم كتير عنهم، واقول لكم الموالي دول هيفضلوا معانا طول الترم. يعني ايه موالي؟ عرفنا ان هم العناصر الغير عربية اللي دخلت الاسلام من البلاد المختلفة. يعني ايه؟ يعني هنا في تعريفهم لازم احفظ التعريف زي ما كاتب لنا الكتاب كده، هم الذين دخلوا الاسلام من غير العرب، او ممكن اقول هم العناصر الغير عربية التي دخلت الاسلام من البلدان المختلفة. زي مين؟ زي صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي. بلال الحبشي من الحبشه يعني اثيوبيا يعني من افريقيا، سلمان الفارسي من بلاد الفرس يعني من ايران. طيب وصهيب الرومي زي ما بقول لكم كده ده من بلاد الروم او بيرجع اصوله الى بلاد الروم. طيب تمام. الموالي لهم نفس الحقوق خلي بالكم الموالي دول مسلمين، وطالما هم موجودين ودخلوا الاسلام فلهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات للمسلمين. يعني ما فيش فرق في الاسلام بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح، واحنا عارفين ده من المبادئ الاسلاميه. تمام كده؟ يبقى دول الموالي عرفنا ان هم العناصر الغير عربيه اللي دخلت الاسلام من البلدان المختلفه، لهم نفس الحقوق، ما فيش تمييز ما بينهم وبين العرب اطلاقا لان هم مسلمين، واحنا عارفين ان ديننا الاسلامي لا يميز بين العرب والعجم، وما فيش تمييز بينهم الا بالتقوى والعمل الصالح. عرفنا الامثله عندنا صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي. طب تعالوا نشوف العنصر الثالث اللي بيكون الدوله الاسلاميه وهو
اهل الايه؟ الذمه، اهل الذمه. طيب مين هم اهل الذمه؟ دول اليهود والنصارى اللي عاشوا في الدوله او كانوا موجودين داخل الدوله الاسلاميه وظلوا على دينهم. خلي بالكم الدين الاسلامي او من مبادئ الاسلام عدم اكراه احد على الدخول في الاسلام. مفيش حد يكره على الدخول في الايه؟ في الاسلام. انما يا اولاد كل البلاد المفتوحه لو فاكرين في عهد عمر بن الخطاب عندما فتحت مصر على يد عمرو بن العاص كان يؤمن اهل الذمه سواء مسلم او مسيحي، بيؤمنون على انفسهم، على حياتهم، على اموالهم، على دور عبادتهم، على كل شيء. كانت مسؤوليه الامن والامان دي كانت مسؤوليه الجيش الاسلامي. يبقى الجيش الاسلامي هو المسؤول عن تامين اهل الذمه، يعني هو اللي بيوفر لهم الامن والحمايه في ظل الدوله الايه؟ الاسلاميه وفي ظل المجتمع الاسلامي. لذلك هم عاشوا حياه هادئه ومطمئنه لان هم لم يجبروا على الدخول في الايه؟ في الاسلام. يبقى ده العنصر الثالث اللي هم اهل الذمه. يبقى انا اتكلمت عن العنصر الاول العرب وهم اصل الدوله الاسلاميه، وربنا سبحانه وتعالى اختارهم لحمل الايه؟ الرساله السماويه وتبليغها للناس اجمعين. الموالي وهم العناصر الغير عربيه اللي دخلت الاسلام من البلدان المختلفه لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، لان لا فرق بين عربي وعجمي او اعجمي الا بالتقوى والعمل الايه؟ الصالح. اهل الذمه هم اليهود والنصارى اللي دخلوا الدين الاسلامي الذين ظلوا على دينهم ولم يدخلوا الدين الاسلامي بعد الفتح. انما الجيش الاسلامي امنهم ووفر لهم الامن والحمايه، لذلك عاشوا حياه هادئه ومطمئنه. طيب ما ينفعش نتكلم عن الحياه الاجتماعيه وعن المجتمع العربي في العهد الاسلامي دون ان نرجع للمراه. المراه في الاسلام، المراه تمتعت بمكانه مرموقه في ظل العهد الاسلامي، وحقوق المراه كامله نص عليها القران الكريم والسنه النبويه الشريفه. انتوا عارفين ان حتى اولاد المواثيق الدوليه لحقوق الانسان زي الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي فيها كافه الحقوق اللي بيتمتع بها البشر تقريبا وجدوا انها كلها مستمده من القران الكريم واصولها موجوده في القران الايه؟ الكريم. بل ان القران الكريم فيه حقوق خاصه بالانسان لم تذكر في الاعلان العالمي والمواثيق الدوليه لحقوق الانسان. طب تعالوا نشوف الكلام ده ازاي. المرأة زي ما بقول لكم كده تمتعت بمكانة مرموقة ومكانة عالية في العهد الإسلامي. طب إيه الدليل على كده؟ هل هو ده كلام مرسل؟ أقول لكم لا. المرأة في العهد الإسلامي تمتعت بكافة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تمتعت بكافة حقوقها إيه؟ السياسية. زي إيه الحقوق السياسية؟ زي إبداء الرأي. إبداء الرأي أنا بعبر عن رأيي بحرية، ممكن أشارك في الانتخابات، أدي صوتي في الانتخابات، نعم أو لا. ده يا ولاد حق سياسي، لازم تعرفوا إن دي اسمها الحقوق الإيه؟ السياسية، وده أخدته في أولى إعدادي عشان لما نتحاسب هتلاقوها في أسئلة الفهم والتطبيق. طيب من الحقوق الاجتماعية حق المرأة في التعليم، حق المرأة في التعليم. طيب من الحقوق الاقتصادية حقها في العمل والتملك. تاني يبقى إبداء الرأي ده حق إيه؟ سياسي. إنما التعليم حق اجتماعي. طب والعمل والتملك حقوق اقتصادية. حقوق اقتصادية. تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا إن كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية تمتعت بها المرأة وحصلت عليها في ظل العهد الإيه؟ الإسلامي. طيب من أبرز النساء اللي كانوا يعني نقدر نقول اللي معروفين بالنسبة لنا نحن المسلمون السيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من آمنت من النساء أو أول من آمن من النساء، والسيدة عائشة رضي الله عنها، والسيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد، والسيدة أم عطية الأنصارية، ودي كان ليها دور كبير يا ولاد في العلم، يعني كانت تعتبر كده من العلماء في عصرها. طيب يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا كده عن مكانة المرأة. الأسئلة زي ما انتم شايفينها كده بتيجي لي دلل أو يجي يخيرني في أسئلة اختياري يقول لي إن إبداء الرأي من الحقوق الإيه؟ السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية؟ طيب أو من الحقوق السياسية إبداء الرأي ولا التعليم ولا العمل ولا التملك؟ أقول له إبداء الرأي. حق اقتصادي يبقى العمل والتملك، حق اجتماعي يبقى التعليم
تمام؟ يبقى لازم ابقى فاهمه دي علشان اسئله الفهم والتطبيق زي ما بقول لكم كده. وعرفنا ابرز الشخصيات اللي كانت بارزه في العالم الاسلامي او في التاريخ الاسلامي. طيب عرفنا ايه بقى في النهايه من القصه دي والحياه الاجتماعيه؟ ان المجتمع الاسلامي هو مجتمع متماسك. طول فترات التاريخ الاسلامي احنا بنعيش مسلمين مع اهل الذمه مع الموالئ اللي هم العناصر الغير عربيه في مجتمع متماسك بيسودوا الود والتراحم بين جميع العناصر اللي انا قلت لكم عليها. لا فرق بيننا نحن المسلمون، لا بنفرق بسبب الجنس ولا بسبب اللغه ولا بسبب اللون او الدين. حتى اهل الذمه كل واحد في المجتمع الاسلامي له حقوقه وعليه واجبات، بيتمتع بكافه حقوقه كامله وعليه الواجبات، وهناك عداله اجتماعيه في المجتمع الايه؟ الاسلامي. كده يا اولاد احنا خلصنا الجزء اللي باقي لنا في الدرس. هيكون عندنا حل الاسئله واجب. لو في اي استفسار انا معاكم. ها في اي سؤال؟